القصة ديالي ماشي قصة عادية، ولكن كان فيها سلسلات ديال الصدمات. خليكم معايا في هذا الفيديو من الاول حتى الاخر، فضلا وليس امرا. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ دايرين مع الصحه؟ اموركم مزيان؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا كاملين على خير وبخير وانتم معنا في هذا الفيديو. هذا الفيديو اللي غتسمعوا فيه القصه ديال الاخت فاطمه. مولات القصه كتقول: انا سميتي فاطمه، وكان في عمري 30 عام، وكانت العائلة ديالنا بسيطة، ما عندناش ما خاصناش. واحد النهار تعرفت على واحد الشاب اللي هو سميتو خالد، وكان ما دارش معايا علاقة. ونهار اللي جا وقال لي راني بغيت نتزوج بك، قال لي انا ما ناويش نتفلى، انا باغي المعقول. انا ما غنقولش لك نجلس هنا ولا تلاقاي معايا، لا غنمشي نيشان لعند والديك. وداك الشيء اللي كان، مشى لدارنا وتعرف على والديا وجاب والديه. الاب ديالي اول ما شافو قال لي: يا بنتي هذا هو الزوج الصالح اللي غادي يليق لك. شوفي كي دايره بنتي، ولد مربي ومتخلق، وحتى عائلته الله يعمرها دار. وصافي اقتنع الاب ديالي بداك الزوج الصالح اللي غادي يكون مناسب ليا، ووافقت وتزوجت به. كنت انا خدامه وكان هو خدام، خدمه على قد الحال، ماشي شي خدمه ولا شي ماندا، ولكن كنا حامدين الله وشاكرينه. ملي درنا العرس انا مشيت سكنت مع والديه، مشينا كرينا دار على قد الحال، ولكن عرفت كيفاش ننظم الامور ديالي وكيفاش ننظم المصروف ديالي. كان كيجيب هو داك الشيء اللي كينشد في الشهر، وكان نجيب هذاك الشيء تا انا اللي كنشد في الشهر، وكنحطوه على الطبله، وكنحطو الورقه والستيلو، وكل حاجه كنقيدو: ها شحال غيخصنا، ها شحال غنصرفو، ها شحال غنشيطو. وكنت كنشيط في كل شهر، كنشيط من فلوس وكنخزن. حتى كنت حارمه راسي من بزاف د الحوايج ما كنبغيش نشريهم، كنقول حتى نحقق هاد الشيء هذا اللي بديناه انا وهذا الراجل من الزيرو، نحقق الاحلام ديالنا، نديرو دارنا، نديرو المشروع ديالنا. وداك الشيء اللي كان، بدينا بالمشروع، جمعنا شويه الفلوس وبدينا بالمشروع، وبدينا كنتقاتل انا وياه يد بيد على داك المشروع حتى كبرناه. صافي بقى مقابلو هو وانا مقابله خدمتي، وغاديين بنفس السيستم ديال النظام ديال المصروف ديالنا. كنتقداو التقديه ديال الشهر، كنجيبو وغير انا وياه، ما معانا حتى واحد، انا وياه اللي سكنو وعايشين على قد الحال وحامدين الله وشاكرينه. نهار كبر داك المشروع، اول حاجه فكرنا فيها هي نشريو دار. وفعلا شرينا دار وسكننا واستقرينا في ديك الدار. وكانوا العائله ولا صحاباتي ولا الجيران كانوا كيضربوا بينا المثال، كانوا كيقولوا: شوفوا فلانة وفلان اشنو داروا، كيفاش كانوا، وبداو من الزيرو وتبارك الله عليهم ها هما وصلوا. كان كيعجبني الحال. المهم دازت العام الاول، العام الثاني ما جابش الله الولاد. في هاد العامين كانت في كل مره كتجي الام ديالو كتلوح ليا الهضره اللي كتبقى ما كنقدرش ننساها، اللي كضرني في خاطري. وكنقول لها: خالتي كلشي بيد الله، كلشي بيد الله. هذه هي الكلمه اللي كنت كنقول لها. في ديك العامين دازت هكاك. العام الثالث قلت ليه: والو، غنمشيو لعند الطبيب ونشوفوا شنو كاين، ما يمكنش غنبقاو هكا. وفعلا وافق الراجل ومشى معايا للطبيب، ودوزنا ودرنا بعض التحاليل، وقال لنا الطبيب: ما ترجعوش من هنا لواحد الاسبوع، عاد رجعوا عندي. في ذاك الاسبوع ولا عندي فيه عامين طوال، وما بغاش يسالي وما بغاش يجي النهار اللي غنمشيو عند الطبيب. كندعي في كل وقت، في الصلاة ديالي، في السجود ديالي، في اي وقت، في اي وقت كنجلس ندعي.
وكنبكي، كنقول يا ربي تفرجها، يا ربي تفرجها. المهم جا النهار ومشينا عند الطبيب. الطبيب قال لي انت يا بنتي خرجي وخليني غير مع راجلك، غير انا وياه. انا تصدمت، قلت لها من الله شنو واقع ليا، وما بغاش يصدمني الطبيب وما بغاش يجرحني، وبغى يهضر غير مع الراجل بيناتهم. خرجت وبقيت واقفه على برا كنتسنى حتى دازت 10 دقايق. عاد خرج الراجل من عند الطبيب، ولكن خرج واحد الوجه اللي ما فيهش النقطه ديال الدم، صفار صفار صفار. انا خلعني، بقيت كنقول ليه شنو قال لك الطبيب؟ قال لي ما قال لي والو، قال لي غير شربوا بعض الادويه وبعض الفيتامينات صافي وغادي تكونوا بخير. يعني ما بغاش يقول لي. بقى فيا داك الشوك، كنقول شنو ياك ما الراجل عارف وما بغاش يقول لي، ياك ما بقى داك الشك وداك الهضره وداك الشيء اللي ما عرفت صافي بقى ليا في عقلي. المهم مشات ايام وجات ايام، تعرفت على واحد الصديقه اللي كانت صديقه ملي تعرفت عليها كانت واحد الصديقه المقربه ليا، كانت في اي وقت هي كتجي عندي وتجلس معايا وتواسيني ونشكي ليها وكتفوج عليا. ملي كيكون طايح عليا الطين كتفوج عليا. صافي جات لعندي، المهم في اي وقت تجي، في اي وقت كتجي. هنا الراجل ما بقاش كيجي في الوقت، وهنا الراجل ما بقاش كيجي حتى نصاصة الليل. كنبقى نتسناه، مالك تعطلتي، لا حكا كنت مع صحابي، لا حكا كان عندنا واحد الخدمه وخصنا نهضروا على الموضوع د العمل وهذه. المهم دائما كيلاوحني، دائما داير ليا كذبه. هو كان دار علاقه مع الصديقه، الصديقه المقربه. الصديقه ملي بغات تقاد الدار اللي غتولي تلاقى مع الراجل ديالي فيها، قالت لي يلاه معايا راني محتاجه لشي حوايج خاصني في الدار. ملي مشيت معاها بدات كتشري داكشي الاتات للدار ما شاء الله. قلت لها ياك ما غتزوجي وما باغاش تقولي حتى يكمل؟ قالت لي لا لا ما كاين والو، غير بغينا حيت هي ما كانتش كما كنقولوا كانت تلاقيت معاها في الخدمه ديالي، ولكن ما كانتش بنت المدينه، غير خدامه وحتى هي كاريه تما، كاريه عندها دار كاريه. المهم شرات المراه الحوايج تقدات للدار فرشاتها، والراجل بقى على داك الحال. وفين ما تجي الام ديالو تسمعني الهضره. واحد النهار قلت لي والو، خصك تقول لي شنو قال لك الطبيب. قال لي ما قال لينا والو، صافي ما قال لينا والو، تبعي دواك وشربي دواك وراه غادي يجيب الله الفرج. صافي واحد النهار حتى مشيت لذاك الملف ديال الطبيب وبغيت نحلو وبغيت نشوف شنو فيه، ولكن قلت حشومه، هذا الشيء الخاص به ما خصنيش نفتحو، حيت حنا انا وياه ما يقلب ليا تليفوني ما نقلب ليه تليفونو، ما يقلب ليا صاكي ما نقلب ليه حتى انا جيوبو ولا شكارتو. هادشي يعني ثقه وكنت دايره فيه الثقه العمياء، كنت ثايقه فيه واحد الثقه، ثقه عمياء، ثقه ما نقولش لكم. صافي السيد ولا كيمشي عند الصديقه كيتلاقى معاها في البلاصه السريه اللي كيمشي عندها، كيجي تنصصة الليل. واحد النهار اكتشف السر وجابها ليا وقال لي انا تزوجت بها. تصدمت، بقيت غنبوضه، واش نتي؟ وملي بقيت كنخاصم عليها وقلت لها واش نتي هي الصديقه وكنت دايره اكثر من اختي وكلشي كنعاودو ليك وكلشي كنشرح نقول لك شنو واقع ليا في حياتي واشنو. قالت لي هو اللي جا عندي، ماشي انا اللي مشيت عنده، هو اللي جا عندي. صافي تصدمت وبقى ساكن. تزوج بها، قال لي انا ما عندي ما ندير، انا دابا تزوجت وبقيت انا في دار كيمشي عندها في دار، يعني ولا داك الراجل مقسوم على 2 ديور، مره عندي مره عندها. دازت عام وما ولداتش، والهضره اللي كانت كتسمعني العجوزه ولات كتسمع عليها، الكلام اللي كانت كتقول لي عجوزتي ولات تقولوا ليها هي. حتى لواحد النهار دازت معاها بينو وبينها عامين وداخلين في العام الثالث، جا عندي
وتيبكي وتيطلب مني السماحة. سمحي ليا سمحي ليا، انا اللي مني المشكل، انتي ما عندك حتى شي مشكل، وهذا هو السبب اللي خلاني نتزوج، وهذا هو السبب. كنت انا اناني، وكنت قلت ربما غيكون طبيب غلط ولا شي حاجه غادي نتزوج ونشوف، ولكن انا اللي مني المشكل. شديته وقلت ليه يا ولد الناس، وجيتي عندي النهار الاول وقلتي لي هذا المشكل، ما كنتش غادي نفرط فيك، حيت انا بغيتك وبديت معاك انا وياك من الزيرو. كنا غنكملوا حياتنا، وكنا غنمشيو نديرو شي حل نربيو شي وليد ولا شي بنيه، ولكن للاسف ضيعتي لينا هاد العمر كامل، ضيعتيه. بقى كيبكي. قلت ليه دابا الحاجه لا تهرسات ما كتعاودش ترجع، وانت قلبي راك جرحتيه وهرستيه ومستحيل يرجع. صافي دازت واحد الايام، تفارق مع المراه الثانيه وتفارق معايا انا ولا عايش حياته، وبقى كيعاني من داك الشيء. الضمير ديالو كيأنبو، ودخل في واحد دوامة الاكتئاب، ولا حالته حالة. وانا بديت حياتي من جديد. وحتى السيدة اللي كنت دايراها اكثر من اختي اللي ما ولدتهاش ليا امي خسراتني، وما بقيتش كنثيق في حتى واحد، وفقدت الثقة. حيت علاش؟ كنت ثايقة في الزوج ديالي. ولو كان جا عندي نهار الاول اللي مشينا عند الطبيب وقال لي راه انا اللي مني المشكل، كنا غنشوفوا الحل ونديروا الحل انا وياه. ولكن ما قدرنيش، حيت كان دائما كيسمعني الهضره، ودائما تيقول لي انت هي اللي منك المشكل، وانت العاقره، وانت ما غتولديش ليا، وتجي تسمعني الهضره. وحتى عرف الحقيقه بانه هو اللي منه المشكل، يسمع الام ديالو كتجي كتجرحني في كل وقت، ونمشي نخرج كنبكي ونمشي عندها لدارها وتسمعني الهضره، وما قدرش يعترف بالحقيقه. هذا علاش قلت ليه ما نقدرش نكمل معاك، كل واحد يشد طريق. وهذه هي القصة خوتي خواتاتي ديال هذا الفيديو. والقصة ديال الأخت فاطمة قصة حقيقية واقعية، وهذا الشيء كيوقع لبعض النساء اللي الرجال ما تقبلوش الحقيقة.